كان بقى لي فترة كبيرة أوي بافكّر في حوار القراية ده، وإن أنا أبدأ أقرا وكده، بس كنت باكسّل دايمًا أو ما كنتش حاسس إن القراية دي ليّا، يعني كنت باقول إيه، طب ما أتفرّج على summary أو حاجة فيديو كده إيه في السريع يقول لي الكتاب ده فيه إيه، وآخُد الملخص وأمشي. بس جات صُدفة كده إن أنا كان في بازار جنب بيتي، فكنت معدّي كده ومعايا واحد صاحبي، كنت باتكلّم معاه برضه في نفس الحوار ده، فصاحبي ده قام قال لي: "طب ما تعدّي كده بُص برضه، يعني ممكن الكتاب لمّا تقراه ويقول لك المعلومة كذا مرّة وبتاع، فيكون ده أحسن ليك والمعلومة تثبت أكتر وكده، فجرّب أنت مش خسران حاجة." رُحت فعلًا جوّه البازار واتكلّمت مع الراجل وقُلت له كنت بافكّر أبدأ أقرا وبتاع، فقُلت له أنا كان في دماغي كتاب كذا وكذا وكذا وكذا، قُلت له على كذا حاجة يعني. بس بعد كده هو قال لي: "طب بُص، اقرا كل الكلام ده تمام وكل حاجة، بس سيبك بقى من كل ده، يعني أنت هتقراه، بس سيبك منه دلوقتي وابدأ بحاجة تانية." قُلت له: "أبدأ بإيه؟" قام مدّيني الكتاب ده كده لحظة، مدّيني الكتاب ده اسمه The Rules of Life وقال لي: "هو ده أحسن كتاب تبدأ بيه." ساعتها طبعًا أنا ما فهمتش، أنا ما كنتش سمعت عن الكتاب ده قبل كده أصلًا، بس هو قال لي: "ابدأ بيه وهتفهم بعد ما تخلّص." وطبعًا دلوقتي بعديها بأسبوع خلّصت الكتاب وفهمت دلوقتي هو كان قصده كده ليه. وفعلًا الكتاب ده من أحسن الكتب اللي ممكن حد يبدأ يقرا بيها، وثانيًا يعني الكتاب بجد جميل أوي من جوّه، يعني جوّاه معلومات وهيغيّر تفكيرك بطريقة حلوة، هافهّمكم دلوقتي ليه. أنا الفيديو النهارده هاركّز على نقطتين، أول نقطة ليه الكتاب ده حلو إن أنت تبدأ بيه، وليه الكتاب ده هيحببك في القراية، دي أول نقطة، وتاني حاجة محتوى الكتاب، وليه أنا شايف المحتوى بتاعه حلو، وإن لازم بمعنى الكلمة الناس كلّها لازم تقرا الكتاب ده وتحط القوانين دي في حياتها. نرجع كده لأول نقطة، الكتاب ده يا جدعان بجد سهل أوي إن أنت تقراه وتخلّصه بسرعة، ليه بقى؟ لإن الكتاب عبارة عن 100 قانون، وكل قانون فيهم عبارة عن صفحتين، يعني صفحة واحدة اللي هو مثلًا أهو مثلًا ده قانون 71 أهو يا دوبك قانون عبارة عن إيه صفحة ونُص تقريبًا، أو بالكتير أوي لو قانون طويل بيبقى عبارة عن الصفحة كلها ويملى الصفحة التانية، هم كلهم على بعضهم 100 قانون وكلهم يعني القوانين عامةً يعني مفيدة بجد، وأنت لمّا تقرا الكتاب هتفهم ليه هي مفيدة، وأنا هادّيك فكرة يعني في آخر الفيديو، فأنت بتلاقي نفسك أنت بتقرا قانون وبيشوّقك للي بعديه عشان تبقى عايز تقرا اللي بعديه، اللي بعديه يشوّقك للي بعديه، كده تبقى عايز تخلّصه. أنا لقيت نفسي أصلًا في أول يوم خلّصت ربع الكتاب، أنا كنت واحد ما بيقراش أصلًا، وقريت ربع الكتاب في مرّة واحدة، اللي هو تقريبًا 50 أو 60 صفحة، فهو ككتاب سهل جدًا إن أنت تقراه، وحلو إن أنت تبدأ بيه لإن هو بسيط كده وخفيف، وهو كتاب مش كبير عامةً يعني، لأ هو كتاب صغير ومتقسّم، وعبارة عن قوانين وكل قانون صفحتين، فأنت أصلًا يعني الموضوع بالنسبة لك هيبقى سهل ومتسهّل. أنا في مثل كده سمعته أوي عجبني، وبجد من الأمثلة اللي خلّتني أقتنع إن أنا باقرا ولازم أقرا كمان أكتر يعني، إن هو بيقول لك إن ما فيش فرق ما بين واحد بيعرف يقرا وما بيقراش، وفرق ما بين واحد ما بيعرفش يقرا، يعني أنت لو بتعرف تقرا وما بتقراش زيك زي اللي ما بيعرفش يقرا أصلًا، فطالما ربنا اداك النعمة دي استعملها كويس، لإن هي بجد القراية دي حاجة جميلة جدًا وبتثقّفك وتخلّي مخّك أحسن، وأنتم مع الوقت لمّا تشوفوا فيديوهاتي وكده قدّام هتعرف إن تفكيري ودماغي هتتغيّر مع الوقت للأحسن، لإن أنا حاسس إن أنا دلوقتي بقيت أتغيّر للأحسن فعلًا. تاني نقطة محتوى الكتاب شخصيًا، اللي كتب الكتاب ده اسمه ريتشارد تامبلر، جه بقى الأخ ريتشارد عمل إيه بقى، هو أكيد مش أخ هو أكيد أكبر منّي بكتير بس يعني كمّلوا برضه، قال لك 100 قانون 100 rules تعملهم في حياتك، فهُم ال100 قانون دول متقسّمين إزاي، متقسّمين على 4 حاجات، أول حاجة قوانين ليك أنت شخصيًا، تاني قانون للpartner بتاعك اللي هو شريكك يعني، شريكك في الحياة عامةً يعني. وتالت جزء لأصحابك وعيلتك، اللي هو الناس القريبة ليك، ورابع جزء للناس الغريبة، فهو يعني تقريبًا إيه، هو مقسّم لك حياتك عبارة عن 4 دايرات، كل دايرة من الأقرب للأبعد ليك، فهو ركّز بأول حاجة أنت، بعد كده شريكك في الحياة اللي هو أقرب حاجة ليك، كده تالت أقرب حاجة ليك اللي هو صحابك وعيلتك وكده، ورابع أقرب حاجة أو مش قريبة بقى يعني حاجة بعيدة بقى شوية، اللي هو الناس اللي بتتعامل معاهم عامةً في حياتك، فهو كل حاجة من دول بيدّيك قوانين تتعامل معاهم إزاي في حياتك. يعني طبعًا في قوانين منهم أنت هتكون عارفها أصلًا من حياتك وتعاملاتك عامةً في الحياة، بس في حاجات بجد أنت اللي أنت ما سمعتهاش قبل كده دي حاجات مفيدة جدًا، وبتدّيك منظور تاني أنت يعني ممكن يا إما فكّرت فيه قبل كده، يا إما ما فكّرتش فيه قبل كده، بس محتاج حد يفكّرك بيه. مثلًا كده في قانون من القوانين اللي هو ادّاها لك ليك أنت يعني بيقول لك اوعى تسلّف حد فلوس، وبعد كده أفهّمك بقى النقطة دي ليه، يعني هو بيقول لك أنت لمّا تسلّف حد فلوس قدّامك في الآخر option من الاتنين، فأنت يا إما تخسر الحد ده، يا إما تخسر الفلوس، يا إما ما تسلّفش أصلًا من الأول ويبقى ما عندكش الoption أنت تخسر حد من الاتنين دول. أو حاجة من الحاجتين دول يعني. بس وأمثلة كتير جدًا ليك أنت يعني بجد بتفتح مخّك في حاجات كتير ممكن تكون عارفها أو مش عارفها زي ما أنا قُلت قبل كده، بس تكون حلو إن أنت تقرا حاجة تاني. فجه في الجزء بتاع اللي هو شريكك بتاع الحياة ده، بُصّوا يا جدعان أنا مش هاتدخّل أوي في الموضوع ده لإن أنا إيه، ما ليش أوي في الحاجات دي أو مش ما ليش فيها يعني مش ده اللي هاتكلّم عليه في الchannel يعني مش من أهدافي في الموضوع يعني. بس هو يعني ادّاك قوانين عامةً حلوة للموضوع ده لمّا تدخل في حاجة قُدّام يعني أو لو أنت في حاجة دلوقتي. بس وييجي بقى على النقطة بتاعة اللي هو الصحاب وعيلتك وكده يقول لك لمّا تكون صاحب كويس قصدي يعني لمّا تكون صاحب خليك صاحب كويس،
وكده بقى حاجات كده يعني، وإزاي يعني تتعامل مع الناس بطريقة حلوة، ولو حد عمل لك كذا تتعامل معاه إزاي وكده يعني. برضه نفس الكلام في الناس اللي هو بعيدة عنك، اللي هو الناس اللي بتتعامل معاهم عامةً في الشارع أو في شغلك في حياتك عامةً، بيقول لك يعني اتكلم عن مواقف كتير وإزاي تتعامل مع إيه وكده، يعني حاجات كده بجد مفيدة جدًا يعني. بس وفي الآخر لمّا أخلّص الكتاب بحاجة اسمها 10 rules of happiness، اللي هو يعني 10 قوانين للسعادة. يعني فكرة الموضوع في 10 قوانين الحياة دي اللي أنا فاكره دلوقتي يعني، إن هو كان بيقول لك إن أنت السعادة دي أو أنت تكون فرحان دايمًا دي حاجة ما بتحصلش، يعني قليل أوي ما تلاقي حد كده، أو ممكن مش حاجة واقعية إن أنت تحطها هدف في حياتك. بس بيقول لك إن الواقعي إن أنت تحط هدف في حياتك، إن أنت تحط أهداف عامةً في حياتك ك ك كشغل بقى وكده، وإن أنت تحب نفسك وتحب حياتك أكتر، فده اللي هيخلّيك لمّا يحصل حاجات حلوة في حياتك تفرح بيها أكتر، وتحصل حاجات وحشة ما توحش معاك أوي إن أنت تتعب نفسيًا، لأ، يعني تعرف تتعامل مع الحاجات دي كويس. بيقول لك إن أنت تتقبّل إن أنت مش دايمًا تكون سعيد، وفي نفس الوقت في أوقات هتعدّي عليك أنت تكون متضايق أو كده، بس تعرف تتعامل معاها كويس، تتعامل معاها إزاي.